لو شفتوني بعمله كتير الفترة دي اعرفوا ان انا كده بتعلمه. 4 كوبايات دقيق وعليهم مية حسب العجن ورشة ملح وعجنتهم كويس، وبعدين سبتهم يرتاحوا ساعة. وبعد ساعة رحت جبتهم كده وجزأتهم، يعني قسمتهم وعملت منهم 4 كور، وبعدين ضفت لهم زيت ودهنتهم كويس قوي علشان ما ينشفوش مني. بعدين هسيبهم كمان يرتاحوا ساعة، وبعد كده هبتدي اشتغل فيهم. يعني ادوني حجم كور كبيرة كده، يعني بتعمل فطيرة حلوة. هبتدي بقى اطلع الزبدة بتاعتي، تقريبا اخدت 170 جرام، وهبتدي بقى اقطعها قطع صغيرة كده وادخلها الميكرويف علشان اسيحها. بعد كده هبتدي باول واحدة هفردها كويس بالمردانة، هرققها جدا زي ما انتوا شايفين كده، هتبقى رقيقة جدا. بعدين هفرد عليها، هدهنها بالزبدة، بعدين اطبقها من الجناب كمان ادهنها زبدة، وبعدين كمان اطبق الاطراف بتاعتها وابتدي الفها على المردانة كده زي ما انتوا شايفين كده، واسيبها على جنب. وهبتدي افرد القطعة التانية، هفردها بايدي بقى. هبتدي بقى في القطعة التانية وافردها كويس قوي علشان ارتاحت معايا، فبتتفرد بسرعة يعني بمنتهى السهولة. مجرد كده ما تضغطي عليها وتبصي تلاقيها بتتفرد معاكي بمنتهى السهولة. هدهنها برضو زبدة، وبعدين اطبق الاطراف بتاعتها والجناب بتاعتها، وبعد كده هدهنها كمان زبدة تاني، وبعدين هجيب الرول بتاعي الفطيرة الاولانية، وبعدين هروح لفة عليها كمان الفطيرة التانية. القطعة اللي اتقطعت مني دي ما يهمكمش منها، يعني برضو بتطلع حلوة. وبعدين التكنيك هنا بقى ان انا بعد ما اعمل الف الفطيرتين هجيب السكينة بتاعتي واروح قطعها كده، وبعد كده اخدها من العرض واروح لفها رول تاني كمان، واقفل الجناب بتاعتها كويس وابططها واضغط عليها، وده شكلها. بعد كده هبتدي اعمل الفطيرة التانية نفس التكنيك برضو، هفرد القطعة كويس قوي، هرققها جدا، وبعدين هدهنها بالزبدة. هو احنا لو استخدمنا سمنة طبيعي هيبقى افضل بكتير، لان السمنة بتدي طراوة، انما الزبدة بتطلعه هش ومقرمش، ممكن يكون ناشف شوية. لكن السمنة يعني كويسة، بس انا بحب الزبدة يعني. هلفها برضو الرول، بعدين هجيب القطعة التانية هفردها برضو بايدي، بتتفرد بسهولة جدا على فكرة، وبأقل كمية سمنة وأقل كمية زبدة. أنا ما استخدمتش زيت لأن الزيت بيطلع بيدي تيست كده مش حلو قوي في الفطير المشلتت ده بالذات يعني. هطبق الأطراف برضو نفس التكنيك اللي أنا قلتلكوا عليه، وهجيب الفطيرة الأولانية دي وهلفها رول، وبعدين هجيب السكينة وأقطعها زي ما انتوا شايفين. هتشوفوا دلوقتي كمية من التوريق حلوة قوي يعني. اخرج المردانة، وبعدين هلفها رول من الجنب زي ما انتوا شايفين كده، اقفل الاطراف واضغط عليها زي ما انتوا شايفين، وبعدين هسيب الاتنين بقى يرتاحوا لمدة ساعة. بعد الساعة اجيب القلاية بتاعتي هدينا دهنة خفيفة كده من الزبدة، وبعدين افرد عليها القطعة، اول قطعة انا عملتها افردها بالراحة قوي كده، وبعدين هاخدها على نار متوسطة علشان ما نحرقش الفطير من تحت. بعد كده اديت لها 4 دقايق، وبعدين قلبتها على الناحية التانية، وده كان شكله. دول الفطيرتين خلاص كده خلصتهم. ريحتهم طبعا ريحة الزبدة رهيبة يعني، بس طالع مقرمش شوية ولكن خفيف وهش، مش بيخلي الايد مليانة سمنة او دهون. الريحة والطعم لذيذ جدا وحلو قوي، اتمنى تجربوها. وبس كده.